تاني نقطة معانا وهي انت او انتي هتستفاد ايه من المجموعات دي، وهتحصل على شهادات التطوع ازاي، وهتتطوع ازاي اصلا. بص يا سيدي، الموضوع ببساطة ان في حاجة اسمها كوميونيتيز على الواتس. الكوميونيتيز دي عبارة عن كذا مجموعة على الواتس داخل نفس اسم الكوميونيتي نفسه. ممكن مثلا كوميونيتي تلاقي جواه 7 أو 8 مجموعات، طبعا ده داخل الكوميونيتي الواحد، بس بتفرق من كوميونيتي للتاني. المهم كل مجموعة من المجموعات دي متخصصة في مجال معين، مثلا مجموعة المنح الاعدادي، مجموعة المنح الثانوي، مجموعة المنح البكالوريوس، مجموعة المنح الماجستير، مجموعة المنح الدكتوراه، مجموعة للكورسات، وهكذا بقى. كل المجموعات دي داخل كوميونيتي واحد. وانت لما تخش على قوائم التشغيل وتخش على الوصف بتاع الفيديوهات اللي في قوائم التشغيل وتخش على اللينك اللي هو في الوصف ده وتفتحه، هتفهم اللي انا بقولك عليه ده. المهم خلينا في موضوعنا. فطبعا مستحيل شخص واحد هو اللي يكون مسؤول وبيدور كل المجموعات اللي هي في الكوميونيتي ده، فبيضطر انه عايز ناس تساعده، ومن هنا جه التطوع من البيت. كل